اسهل طريقه تخزنوا وتفرزوا بيها الفراوله في الفريزر، وخاصه ان هي موجوده اليومين دولت. انا بجيب عندي الفراوله بغسلها كويس قوي علشان خاطر ما بتتشالش وهي مش نظيفه، او ما بتتشالش بالراس بتاعتها، علشان بتبقى صعبه جدا لما تخرج من الفريزر ان هي تبقى صحيحه او ماسكه في نفسها، فبيبقى موضوع مش حلو ان انتوا تغسلوها يعني لما تخرج من الفريزر علشان بتطرى. انا هنا غسلت الفراوله بتاعتي وشلت منها الراس، نضفتها كويس قوي، وجبت الطري كله على جنب حطيته في طبق لوحده. اما الناشف هو ده اللي هنفرزه، يعني اللي بلاقيه ماسك نفسه ولسه ناشف شويه هو ده اللي بشيله في الفريزر. ده بقى شويه اللي هما الطراي دول حطيت عليهم مثلا قولي معلقتين سكر او ربع كوبايه سكر وكيس فانيليا، واحط عليها حوالي مثلا ربع كوبايه ميه او اقل شويه، بقين ميه، لان الفراوله هتنزل الميه بتاعتها فهيبقى شربات. قطعوا بقى عليها موزه او تفاحه ويبقى معاكي فروت سلطات حلوه جدا. اما الفراوله الناشفه دي فهي كده كده لما تتحط في الفريزر اصلا بتطرى، فانت لو حطيتي طريه هتبقى طالعه معاكي مش ألذ حاجه. انما دي لو انت شلتيها في الفريزر هنطلعها، ممكن نعمل بيها فروت سلطات، ممكن نعمل بيها عصير فراوله، ممكن تعملي ايس كريم فراوله، ممكن تعمليها للحلويات او مربى، مفيش اي مشكله. حطوها بقى في كيس حفظ طعام او كيس تلاجة، اللي هو ممكن يبقى مكتوب عليه الورقه بتاعته، يعني بتبقى موجوده فيها تكتبي عليها، او انت حطي عليها ورقه بستيكر مثلا للتلاجة تكتبي فيها الشهر مثلا انت محتفظه بيها، عشان لو عندك قديم في التلاجة تبقي عارفه تستخدمي ايه الاول. يا رب تبقى عجبتكم، تابعوني، باي باي.